السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش بقى حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده إن شاء الله اليوم بتاعنا هيكون كده في المطبخ. هنعمل مع بعض كده أكلة جميلة جدًا من كيلو لحمة مفرومة، هنعمل منها وصفتين إن شاء الله هيكونوا أحلى من بعض. طبعًا كل واحد بقى من الولاد وعايز طلب بقى، فهنشكل لهم كده وهنراضيهم من كيلو لحمة مفرومة. والحلو بتاعنا إن شاء الله زي ما أنتِ شايفة كده هيكون جيلي بالكيوي وبالموز، يعني حاجة كده إيه، سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت إيه، مغذية للولاد وكده. بس أتمنى منِّك بقى لو أنتِ أول مرّة تشوفيني فضلًا طبعًا وليس أمرًا تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلِك إشعار لكل فيديو جديد بانزّله. وخدي لِك بقى كده لفة في الفيديوهات السابقة، إن شاء الله بإذن الله هتعجبِك وهتستفيدي منها حتى لو بحاجة بسيطة. القناة زي ما أنتِ شايفة كده بتقدّم روتينات على الطبيعة، يعني باقدّم لِك اللي بيحصل بالضبط في يومي، حاجة أنتِ تتشجعي منها وأنا كمان أدّيكِ أفكار. يالّا بقى لو أنتِ أول مرّة تشوفيني بقى ما تبخليش عليَّ كده باللايك والكومنت الحلو بتاعِك الجميل اللي بيشجعني. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل إيه النهارده إن شاء الله مع بعض. أول حاجة كده أنا كنت جايبة جيلي بالفراولة، أنا ولادي بصراحة بيعشقوا الجيلي جدًا، فقُلت هاعمل لهم كده بقى بما إني عندي موز وكيوي وكده، هاعمل لهم بقى إيه جيلي بالموز والفراولة. جبت باكيتتين كده من الجيلي ونزلت بيهم كده في أي حاجة بقى عندِك، وغالية مَيّة طبعًا، هانزل بكوبايتين من المَيّة المغلية. بس قبل ما أنزل بالمَيّة هاحط لكل باكيت من الجيلي معلقة سكر واحدة، عشان طبعًا هو ما بقاش فيه سكر كفاية. لو أنتِ عايزة تكتفي بالسكر اللي فيه ده براحتك طبعًا، السكر حسب الرغبة. بس أنا نزلت على الباكيتتين من الجيلي بمعلقتين من السكر، ومضجين 2 من المَيّة المغلية زي ما أنتِ شايفة كده. هابتدي أقلّب الجيلي بالسكر بالمَيّة المغلية مع بعض، لغاية لمّا أتأكد إن كل الحبيبات اللي فيه دابت كده وبقت مش موجودة. هانزل بعدهم على طول بكوبايتين 2 من المَيّة الساقعة العادي يعني أو مَيّة من الحنفية، وهاقلّبهم مع بعض وهاسيبهم كده إيه، 5 على ما يهدوا. وهابتدي كده أكون مجهّزة بقى الموز عندِك، أي حاجة بقى عندِك حُطّيها، عندِك تفاح، عندِك عنب، عندِك كيوي، أي حاجة تقدري تحطّيها في الجيلي، وممكن كمان تحطّيه سادة يعني كده. بس أنا كان عندي موز بصراحة وكيوي فقُلت هاعمل بيهم النهارده. طبعًا ما تقطّعيش الموز وتركنيه على جنب لإنه هيسوَد، تقطّعيه هتشتغلي بيه على طول. قطّعت كده الموز وهاقطّع كمان الكيوي. طبعًا بصراحة الكيوي كده ما كانش مستحمل معايا، فهابتدي بقى أقطّعه كده بقى إيه، سواء مكعبات، سواء مربعات، أي حاجة يعني. أنا بادّي له شرايح كده زي ما أنتِ شايفة، وبارجع أدّيهم بالنُص كده، باقسمه بالنُص وخلاص على كده. في الوقت ده هيكون معايا الجيلي هيكون هدي شوية. هابدأ أفضّي كده في كل يعني بولة من ديّة، هاحط كده طبقة من الموز، الطبقات التانية هاحط كيوي. بس طبعًا إحنا علشان ما يعومش مننا كده على وش الجيلي يعني بتاعنا، هنعمله كطبقات. زي ما أنتِ شايفة كده هافرد الأول طبقة الموز، وهابدأ في الجزء التاني هافرد الكيوي. هاعمل دُولة كده أعكسهم عكس بعض، يعني دُولة من أول طبقة موز، دُولة أول طبقة كيوي، وبعد كده هاعكس. بس بامسكهم أوزّعهم كده. وكده خلاص، هابتدي بقى إيه، أفضّي هنا اللهم صل على النبي، الجيلي بتاعي. بس حسيت إن هو بيتكب لإن طبعًا الشفشق مليان يعني، فجِبت كده المغرفة وهابتدي إيه، أفضّي في كل واحدة حبّة كده. طبعًا ما بتمليش أوي لإن إحنا لسه هنعمل طبقة تانية، ده هندخّله الفريزر طبعًا يهدى شوية كده ويمسك شوية، ونرجع نحط الطبقة التانية زي ما أنتِ شايفة. طبعًا الجو سقّع، فلمّا بتحطيه في الفريزر ما بيكمّلش 10 دقايق بالضبط، وهتلاقيه مسك معاكِ كده أول طبقة. لو أنتِ بقى حطيتِ الكمية كلّها وحطيتِ بعد كده الموز أو أي فاكهة عندِك، هتلاقيها عايمة على الوش كده ومش هتبقى ثابتة من يعني الفاكهة مش هتبقى ثابتة كده كلّها مضبوطة زي ما أنتِ شايفة كده. فبابدأ أحط طبقة وأجمّدها وأرجع أحط الطبقة التانية وبعدين أجمّدها وخلاص على كده.
هنا بقى ابتديت إن أنا أحط الطبقة التانية، هُم عملوا بصراحة معايا كذا واحدة أهو زي ما أنتم شايفين. طبعًا دي من الحاجات الجميلة جدًا اللي الولاد طبعًا بيعشقوها، كبير وصغير بيحب جدًا الجيلي بالفواكه دوّة. والجيلي دوّة ينفع يتعمل منه وصفات كتير إن شاء الله بإذن الله هنعملها برضه مع بعض، من الحاجات الجميلة جدًا بصراحة وسهلة وبسيطة كده. هابتدي أوزّع كده طبقات من الكيوي وهنا طبقات من الموز. بس أهم حاجة الفاكهة اللي أنتِ هتقطّعيها اللي هي بتسوَد زي الموز، زي التفاح، أي حاجة تكون بتسوَد بسرعة، ما تقطّعيهاش إلّا لمّا تكوني خلاص هتستخدميها، لإن لو اسودِّت كده هيبقى شكلها حلو مش شكلها قصدي مش حلو في الجيلي بتاعِك يعني، هتبقى غامقة كده ومش هتكون حلوة معاكِ. آخر حاجة بقى هابدأ أحُط طبقة الجيلي التانية ديّة، بافضّي بقى كده على كل واحدة منّهم يعني، وهارجع أدخّلهم الفريزر تاني. كده خلاص بقى خلّصت الحلو بتاعي وخلصت منه، هابتدي بقى إيه أجهّز في الغدا. جِبت هنا بتاع يعني كده حوالي كيلو بصل، وهابتدي أخرّطه في الكبة. أنا النهارده هاعمل وصفتين، هاعمل وصفة من الحواوشي، وهاعمل وصفة من الهمبرجر الاقتصادي. فتعالوا نشوف كده مع بعض هنعملهم إزاي الاتنين. طبعًا طالما كيلو لحمة مفرومة هتحطي قصاده ما يعادل برضه كيلو من البصل، وهاحط كمان هنا توم وفلفل أخضر وفلفل أصفر وفلفل أحمر، أي فلفل ألوان بقى موجود عندِك، دُولة 3 فصوص بس من التوم، وحطيت الفلفل الألوان، وهابتدي بقى إيه، أشغّل الكبة كده عليهم، هاضربهم طبعًا مع بعض هافرمهم، بس طبعًا إحنا مش عايزينهم مَيّة، أنا طبعًا كل أمّا أعوز يعني مش عايزاها تنعم كده أوي معايا، فبافصل الكبة وأقلّبها، أدّيها تقليبة يعني عشان تاخد اللي هنا وهنا، وخلاص على كده. ابتديت هنا بقى إيه، إن أنا نسيت أحط معاهم وهُم بيتفرموا حتّة الليّة دي، طبعًا الليّة دي بتغيّر طعم الحواوشي خالص، بتخلّيه في حتّة تانية خالص. الليّة دي بابقى محتفظة بيها بصراحة في كيس في الفريزر كده زي ما أنتِ شايفة، باطلّعه باخد اللي أنا عايزاه وارجع أرجّعه تاني. حطيت كده حتّة الليّة وهانزل بقى إيه، هنا بشوية من الفلفل الأسمر والملح والكمون، وهاحط كده نُص علبة الزبادي الكبيرة ديّة، لو أنتِ عندِك علبة زبادي اللي هي صغيّرة حطّيها، ما عندكيش خلاص. وهانزل كده بشوية من تتبيلة الحواوشي، ونسيت أقول لكم إن أنا ما كانش عندي بيكنج باودر، فحطيت كربوناتو بيبقى جميل جدًا، وهو بيدّيكِ نفس الطراوة اللي إحنا عايزينها يعني، مش هيخلّيه مكتوم معاكِ ولا حاجة. كنت جايبة هنا عيش بقى من الفرن كده، هابتدي إن أنا إيه، أقلّب الكلام ده كلّه في بعضه الأول، طبعًا عشان نخلط الملح والفلفل والتوابل اللي إحنا حطيناها والليّة وكلّه، وهافرد بعد كده إيه، في العيش زي ما أنتِ شايفة. كنت ده جايبة عيش عادي والله من الفرن كده وفاتحاه وحاطاه في كيسة طبعًا، بس أهم حاجة تكوني مفرّداه كويس علشان ما يعجنش طبعًا على بعضه. إيه رأيكم بقى؟ لو مشيتوا بقى معايا لغاية هنا كده واحدة، واحدة، حطّي لي بقى لايك وما تستخسريش فيّا كومنت كده منِّك يشجعني. طبعًا نسيت في مقطع كده أنا نسيت أنزّله بقى، إن أنا كنت خدت كده حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة وشوية من البصل اللي إحنا كنا فارمينه مع بعض، ركنتهم على جنب أهُم زي ما أنتم شايفين كده. ده عبارة عن الخلطة اللي إحنا عاملينها بتاعة البصل والثوم والفلفل الألوان، وحوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة. دي كانت بطاطساية بقى مسلوقة عندي كده حطيتها برضه، وهابتدي أبهّرها بقى ببهارات الكفتة، وهادّيها بس رشّة من الملح كده ورشّة من الفلفل الأسمر. كنت عايزة بصراحة بقسماط بس ما كانش موجود عندي، فكان متوافر عندي العيش الفينو دوّة، فأخدت كده نُص رغيف بلّيته كويس وعصرته طبعًا من المَيّة، وقلّبته كلّه في بعضه. بُصّوا عايزة أقول لكم إن ولا البطاطس ولا العيش ولا الحاجات اللي إحنا حطيناها دي خالص بانت في الخلطة اللي إحنا عملناها. فلازم يعني إيه، تدعكيهم مع بعض كويس جدًا كده لغاية لمّا يختلطوا مع بعض كويس، وأديكِ شايفة أهو مش باين معانا إلا البصل والفلفل الألوان. هابتدي أكوّرهم كده وأعملهم دواير أهُم، هنعمل لهم بيهم دُولة الهمبرجر. دي طبعًا حاجة بسيطة بقى من غير بقى فول صويا ولا الحاجات التانية ديّة، دي حاجة بسيطة ومغذية وفي نفس الوقت هتضاعف معاكِ الكمية وطعمها حلو كمان ومش هتبان كمان. بس بابتدي بس إن أنا أكعورها حلو كده وألمّها من الجناب وأخلّي شكلها بقى إيه، على هيئة دايرة كده وخلاص. ما فيش طبعًا أسهل من كده والله.
هنا الطبق دوّة ما خدش إلا 4 كده، وحطيت ال3 التانيين في الطبق ده. أهم حاجة بقى في الحاجات اللي إحنا عملناها دي، إن هي تدخل الفريزر. هاحطها طبعًا في الفريزر على يعني إيه، تاخد لها بتاع ربع ساعة كده، تبتدي إن هي تمسك نفسها معاكِ، عشان طبعًا هي اللحمة معانا لسه سايحة يعني، فهاحطها في الفريزر تجمد شوية. هنا بقى خلاص ولّعت الفرن على أعلى درجة حرارة، وجِبت السُّجّان بتاعتي كده، دهنتها طبعًا بمسحة من الزيت، ومسكت كل رغيف كده هادّي له برضه مسحة من الزيت، وهادخّله على أعلى درجة حرارة في الفرن. أهم حاجة طبعًا إن أنتِ تكوني من قبلها زي ما باقول لِك كده مشغّلة البوتاجاز على أعلى درجة حرارة، عشان يبقى الفرن سُخن جدًا معاكِ. بس ما فيش أسهل من كده والله. ساعات كنت باعمله معاكم في الطاسة، وساعات كنت باعمله بالِفّه كده في الورق اللي هو الأبيض دوّة وباحطه في الفرن. بس ولادي بصراحة من ساعة ما بقيت أعمله في الطاسة في الجريل يعني زي كده، وهُم بقوا يعشقوه، فبقيت أعمله بقى بصراحة في السيجان واحطه في الفرن على طول. الحواوشي معايا كده في الفرن أهو زي ما أنتم شايفين، بصوا اللون من تحت تحفة. وناشف وجميل والله. بعد ما خد معايا اللون من تحت كده، هاحطه بقى إيه تحت الشواية عشان الوش كمان ياخد اللون الحلو المقرمش بقى اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هنا بقى سخّنت الطاسة كويس جدًا، حطيت كده مسحة حلوة من السمنة البلدي، وهابتدي أنزل بقى إيه بالهمبرجر اللي إحنا عاملينه دوّة. زي ما باقول لكم كده حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت والله الولاد فرحوا بيه جدًا. بس عايزة أقول لكم بقى إن أنا هنا اتلخمت بقى وأنا باقلّب الحواوشي في الفرن يعني، بس مش مشكلة يعني، هو المفروض ما ياخدش اللون ده كلّه، بس ما فيش مشكلة يعني. ابتديت إن أنا أقلّبه كده وحطيت الاتنين التانيين، هو المفروض بقى اللون المطلوب اللي هُم الاتنين اللي في الآخر دُولة اللي أنتم شايفينهم دول. خلاص بقى خلّصت الهمبرجر بتاعي، ادّيت بس مسحة بسيطة كده من الزيت، وحطيت برضه العيش كده عشان إيه، ياخد بس من طعم الصوص اللي كان نازل كده من الهمبرجر. وابتديت كان عندي خَس اللي هو العادي دوّة، كنت مقطّعة طرنشات طماطم وفلفل أخضر، ما حطيتش بصل ولا حاجة، لإن عايزة أقول لكم إن اليوم دوّة هُم كلوا فيه متأخّر، ما رضوش ياكلوا يعني، كانوا ما كلوش ساندوتشات المدرسة، فكلوها لمّا جُم من المدرسة. فقُلت خلاص بقى يعتبر كده الغدا دوّة كان بالنسبة لنا إحنا عشا يعني. بس كده. بُصّوا شكل الساندوتشات جميلة جدًا والله، ومليانة كده، وحاجة أنتِ عاملاها في البيت نضيفة كده ومغذية. وده كده أول صاج طلّعته بُصّوا، عايزة أقول لكم إن كان سُخن جدًا. بس والله العظيم كانت ريحته يعني تحفة وقالبة البيت. بُصّوا الحشو من جوّه، الرغيف بسم الله ما شاء الله مليان لحمة بقى أنتِ ضامناها جايباها من عند الجزار اللي أنتِ بتتعاملي معاه. في نفس الوقت بقى ما فيش ورق كرتون ولا الكلام الغريب اللي إحنا بنسمعه دوّة. بُصّوا بعد ما باخلّص كده الرغيف باقطعه كده 4/4 عشان يبقى سهل بالنسبة لهم كده، ولو أنتِ عايزة برضه تقصيه بالمقص أسهل بصراحة كمان من السكينة يعني. وده كده كان الصاج التاني، قُلت بقى إيه أقطّعه لهم كده بالنُص، ده قطّعتهم كده 4/4 وده قطّعتهم كده الرغيف على نُصّين. وحطيت بقى هنا شيبسي، وكنا عاملين طبق السلطة المعتاد بتاعنا بقى. وده كده كان غدا النهارده. هاحط كمان كده كنت عاملة حبّة طحينة كده، حطيتهم برضه جنب الأكل. وهانزل بقى بحبّة التحابيش بتاعتي بقى إيه، حبّة المخلل الحلوين الحرشين دول. وكان في كده كاتشب برضه حطيته جنبهم. وادي كده ده غدا النهارده. اللهم أطعم كل جائع على وجه الأرض، اللهم آمين يا رب العالمين. عايزة أقول لكم بصوا بسم الله ما شاء الله كمية اللحمة في الرغيف يعني مليان، مش حاجة بقى انتي ملحساها وخلاص. وادي كده اللي يعتبر الربع كيلو اللي احنا كنا عاملين منه الهمبرجر عمل لنا 7 ترغيفة زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم. وادي الحواوشي بتاعنا النهارده اهو. حطوا لي لايك بقى علشان الفيديو بتاع النهارده يعني بصوا عسل عسل عسل. يا ريتكم كلكم كنتوا موجودين معايا كده، كنت دوقتكم واحد واحد والله. بصوا شكل الاكل اصلا يعني هو بيتكلم عن نفسه. ده الزيتون المخلي، كانت ماما عامله لي ربنا يخليها ويديها الصحه يا رب. بصوا ماما عامله لي زيتون مخلي، واختي عامله لي زيتون وليمون وفلفل. يعني بصراحه ربنا يخليهم لي يا رب، ما تحرمش منهم ويديهم الصحه. كل ما حد فيهم لازم يعمل حاجه لازم يجيب لي منهم. تعالوا بقى ندوق مع بعض هنا. عايزه اقول لكم الهمبرجر كان خطير جدا، والحواوشي اخطر عشان انا باكل حواوشي كتير.
فكنت بقى ايه مستطعمة قوي كمان الهمبرجر والله. البطاطس اللي احنا حطيناها مع العيش الفينو او البقسماط هيغير طعمه معاكي خالص. دخلت بقى هنا كده بعد ما اتغدينا بقى والحمد لله، دخلت على المواعين على طول زي ما احنا بنقول كده الكسلانين يخش على المواعين على طول، عشان لو سبناهم هنتلهي بقى في المذاكرة وفي الولاد ومش عارفة ايه، ومش هنغسلهم وهيبقوا علينا برضو. فقلنا ناخدهم بقى كده على طول واحنا لسه سخنين كده، نشطب المطبخ بقى قبل ما نقعد. كده بقى بعد ما غسلتهم بقى خلاص هبتدي بقى ان انا اشطفهم بقى. بحب يعني بقى لي فترة كده ايه اغسلهم حبة كده واشطفهم بقى مرة واحدة، فحسيت ان كده بيسهل اكتر يعني. هنا بقى كنت حطيت كده شوية مية يغلوا في الجريل ده عشان ينضف معايا كويس يعني. على ما اتغدينا وكده كان برد، غسلته بديله كده رشة من البريل وبالفرشة اللي هي ديت والله، وبغسله يعني كذا مرة، ومسكتها بالاسبونشة بقى من ورا كده، وبينضف بصراحة بمنتهى السهولة. كده خلاص بقى شطفته بقى حلو معايا. كنت كمان نقع السجان ديت اللي كنت عاملة فيها الحواوشي، هغسلها بقى كده مع نفسي، وادي كده خلاص بقى خلصت المواعين. بصوا الحوض بسم الله ما شاء الله على الحوض. ودي المخللات بقى، ده كان مخلل كده كان جوزي جايبه، كان جايبه معاه من الشغل يعني. وده البرطمانات الصغيرة ببقى حطها جنبي بتاعة المخللات. وده بقية الاكل كده اللي اتفضل. طبعا ايه شوية كده بقى واحنا بنذاكر اللي هيجوع بقى واللي عايز ياكل مش عارفة ايه، فسبتهم جنبي كده على المطبخ بقى. وادي كده خلاص بقى خلصت المواعين. هنا بقى كان الزن اشتغل بقى، عايزين الحلو بقى. فكنت بصراحة طلعته كده من التلاجة، كان ساقع جدا. طبعا خلاص الجو بقى كل سنة وانتم طيبين سقع، فنخلي بالنا طبعا من الحاجات الساقعة دي. بصوا بقى شكل الجيلي بتاعنا، واخدين بالكم انتم من الطبقات. حاجة كده والله العظيم جميلة. بس بصراحة عشان ما اضحكش عليكم انا بقى إيه جيت ادوق هنا لقيته ساقع، فسبتهم بقى ايه يبردوا شوية يعني قبل ما ياكلوها. دي اللي بالكيوي. بس حاسة ان الكيوي مش باين فيها، من تحت طبقة موز ومن فوق كيوي، قلت اعكس لهم يعني. ودي بالموز، ومن على الوش كده حاطين واحدة كيوي يعني. تعالوا بقى كده ندوق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة هي وماسكة نفسها، بس عايزة اقول لكم بقى بصراحة كانت ساقعة. بس فقلت بقى ايه اسيبها بقى هي تهدى شوية، ونروح نذاكر للولاد بقى وناكلها واحنا هناك. طبعا النهاردة بقى عندنا مذاكرة بقى رابعة ابتدائي بسم الله ما شاء الله. يعني انا مش عارفة اذاكر مع الكبيرة بصراحة بسبب والله رابعة ابتدائي دي عندها شغل كتير قوي، يعني عنده شغل كتير قوي. جيت هنا بقى ايه عشان ما شتتكوش معايا، اول حاجة بقى مسكت بنتي الصغيرة كده سنة اولى، ده كان واجب الدرس، مسكته مسحته لها كله وخليتها تعيده من الاول لان بصراحة خطها ما كانش عاجبني. طب اعملي لي بالطباعة، عملت لها بالطباعة. وقعدنا هنا بقى ايه نعيد الواجب تاني عشان الميس ما تزعقلهاش على الخط بقى وكده. وهنا برضو جات كروتني في كلمة مكعب، قلت لها لا مسحتها، وقلت لها حسني خطك فيها تاني. ده كده بصراحة مش واجب المدرسة، ده واجب الدرس. انا بصراحة بعتمد اكتر على الدرس لان انا بأسسها زي ما بقولكوا يعني، فهي لسه في مرحلة تأسيس. انما المدرسة بصراحة شغالة، مش ما بقولش مش شغالة، بس لسه الحاجات دي بصراحة ما خدتهاش في المدرسة. بس هنا خلاص بقى كنت اللي انا مسحته لها هي كتبته عادته تاني، وسبتها بقى هي هنا بقى في الارقام هتبتدي بقى كده من اول 50 بقى تكمل. وانا زي ما انتوا شايفين كده كان يجيلي بقى ايه هدي معايا، وبدأت ان انا اكل فيه بقى وانا قاعدة بذاكر، ازعق شوية وهو كل شوية. بس خلاص بقى خلصنا كده الواجب، وقعدت بقى ايه ابتديت ان انا اقرأها شوية، طبعا لسه في القراءة طبعا لسه شوية، فانا وراها برضو ان شاء الله. فدي مرحلة مش سهلة طبعا، مرحلة التأسيس دي اهم حاجة، اهم حاجة في مرحلة التعليم كله هو التأسيس.
كده أنا خلّصتها طبعًا أنا باخلّص مع واحد، واحد ونزلت بقى إيه كده على رابعة ابتدائي، ابني بقى بسم الله ما شاء الله مجنّني فكنا بنذاكر بصراحة إنجليزي كده مع بعض، وكانت الميس قايلة له إن القطعة دي مهمة جدًا، فقعدنا كده إيه نترجم فيها أنا وهو مع بعض، ونقرأ فيها كده، وقعدت كده أسأله هو الكلمات دي إيه، طب ترجم لي كده علشان أعرف مدى حفظه للكلمات، لإن طبعًا في بعض الكلمات بتبقى في القطعة مُعتمدة على حفظ طبعًا الكلمات اللي هو بيحفظها، وهنا كان بيورّيني الحفظ الجديد اللي عليه اللي هم معلمين عليه يعني، وكان بياكل بقى الإيه الجيلي جنب